يا مرحب بيكم في براح مع داليا حسام، المساحة اللامحدودة من الوعي والإدراك، واللي بنعرض فيها موضوعات مختلفة كلها هدفها تساعدنا نوصل للراحة والسلام والسكينة والاطمئنان. تقدروا كده تعتبروا براح هو المساحة الآمنة اللي كلنا بندور عليها، وإن شاء الله يكون المكان اللي نحب نكون فيه. لسه مكملين رحلة الوعي والمعرفة في سلسلة رسائل الكون مع ماستر نجمين الصيفي، عالمة الفلك ومدربة الوعي الأنثوي. الحلقة اللي فاتت بدأنا مع بداية الشهر عن طاقة شهر مايو بشكل عام وتأثير الكواكب على كل الأبراج، وطبعا خدنا برج برج وقلنا كل تفاصيله. النهاردة بقى استعدوا لكلام عميق ووعي كبير ومعرفة يمكن تغير حياتكم، يعني هو كلام مش هتلاقوه غير هنا في براح. مع مين؟ مع ماستر نرمين الصيفي ورسائل الكون. هنفهم منها ازاي الكون بيتواصل معانا، وازاي كمان نكون مستعدين في كل لحظة ونسمع الكون وهو بيكلمنا، يتواصل معانا اتصال حقيقي لا ينقطع، بإشارة، بموقف، بصدفة. يعني يمكن لما نلاقي حاجات كده غير متوقعة بتحصل نعرف ان دي رسالة، كلمة بنسمعها في وقتها. الكون الحقيقة ان هو مسخر لينا في كل وقت، بيبعت لنا رسائل طول الوقت، ولكن السؤال الحقيقي هل احنا مستعدين نسمع؟ هل عندنا الوعي نميز الرسالة وسط الزحمة، ولا احنا طول الوقت كده غافلين غير منتبهين؟ فتعالوا النهاردة نعرف ونتعلم شفرة رسائل الكون ازاي نفكها. اهلا وسهلا بيكي من جديد. اهلا بيك يا داليا. متحمسة قوي 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 للي هسمعه منك النهاردة. بصي، اول حاجه احنا قلنا ان احنا من الكون مم. وجوه الكون، احنا منه وفيه. مم. هو ليل ونهار، وفي كل ايامنا وفي كل حياتنا وفي كل مراحل اعمارنا والتحديات اللي بنقابلها واي شيء بيتواصل بشكل مباشر وبالطريقه وباللغه اللي انت تفهميها كمان. طب كمان. امال ليه مش بنفهم؟ طب يعني احنا اصلا المفروض نعمل ايه عشان نفهم رسائل الكون؟ هو ده السؤال. مم. الكون بيتكلم، انت سامع؟ قبل ما انت سامع، انت مصدق ان الكون بيكلمك؟ ما خدي بالك من حاجه ده ليه؟ احنا احيانا بننسى اننا لينا حقوق على رب العالمين. مم. رب العالمين خلقنا كده واطلقنا كده وقال لنا اعملوا كده واعملوا كده. سخر لكم ما في الارض لا، وفي السماء. صح. فاحنا لينا حقوق ان ربنا بيوري لي الطريق ليل ونهار عن طريق مخلوقاته كالكون والابراج والناس والنباتات والجمادات، التحديات والمواقف كل حاجة. كل شيء. فانا بتجيلي الرساله، طب انا مصدقه، طب انا سامعه. ده اللي يخليني اقف هنا. الكون بيكلمني، الكون بيكلمني من غير نقاش. مم. انا مصدقه، انا سامعه. يعني الحتة دي بقى اللي احنا عايزين نفهمها، اللي هو انا كإنسان ازاي افهم التواصل ده. يعني انا مصدق ان الكون بيكلمني، بس انا مش عارف، مش سامع، مش شايف، مش فاهم. فعشان اوصل ان انا اتعلم واعرف واركز افهم الاول هو انا ليه اصلا، يعني المفروض ان انا افهم رسائل الكون. يعني هتفرق ايه معايا ان انا افهم؟ اول حاجه هتحسي ان انت مش منفصله. مم. يعني انت من الكون والكون منك بيكلمك انا بكل. جزء من الكل انت طول الوقت حاسه ان انت وبالظبط انا مراية ليه وهو مراية ليا. بالظبط، انت متونسه، انت بتأنسه، انت مش لوحدك. حتى ولو الكل بعد، حتى ولو فجأة كل حاجة انهارت، انت مش لوحدك. رب العالمين معاكي والكون بيكلمك، فانت مش لوحدك. بتجيلك الرسائل، بتجيلك البشارات، بتجيلك الالارمز، بتجيلك التحذيرات. ده حتى قبل الحاجة اللي هتأذيكي بيجيلك تحذير عليها، بس انت اللي مش بتاخدي بالك او انت اللي مش بتاخد بالك. فانا هستفيد ان انا هحس ان انا مدعوم، متصل، جميل، حقيقي، وإيماني هيزيد كمان. طب انتي بتشوفي ان العلم ده اللي هو فك شفرات التواصل مع الكون، هل ده علم؟ يعني هل كان مثلا موجود في حضارات قديمة او كده، ولا ده كتير. دلوقتي اكتشفوه؟ لا، داليا بصي، كل العلوم خديها مني، كل العلوم نفسية، طاقية، طبية، كل شيء احنا بنرجعها تاني. احنا بس بنفتكر أجدادنا وأسلافنا كانوا بيعملوا ايه. دي علوم مستحدثة قديمة، احنا بس بنحاول نتذكرها ونجيلها تاني، نرجعها تاني، بس بنحط لها التاتشات بتاعتنا الجديدة. لكن كل ده كان موجود زمان.
زمان إمتى؟ من أيام قدماء المصريين ومن مثلًا؟ قبل قدماء المصريين، من أول بدء الخليقة على الأرض. رب العالمين علّم الإنسان ما لم يعلم، علّمه كل شيء، كل شيء، ده خلّى الغراب يعلّمه. والغراب كان إشارة من إشارات الكون، ده حتى في كتاب الله صح. في إشارات إن الكون بيكلم، مش بس وحي. إمم. يعني هو أنا ربنا هيكلمني؟ يعني هو أنا الكون هيكلمني؟ إمم. ممكن نملة تدّي لك إشارة، أنتِ متخيلة؟ إمم. في كل ممكن شيء. أغنية مشغّلاها في العربية، أي ممكن حاجة. مشهد وأنا باتفرّج على التلفزيون، حاجات كتيرة فعلًا، إمم. بس كلّها محتاجة إن أنا أكون سامع، يعني فاتح وداني كده وسامع، زي receiver عايز يستقبل يعني. أنا سامع بقى دي أول حاجة، أنا مش هاعرف أدّي فيها خطوات، إن أنا لازم الأول أصدّق إن أنا من الكون والكون بيتصل بيّا، دي أصدّقها. ما هو أنا لو مش مصدّق أو لم تؤمن بعد، إمم. تمام، أنا لو مش مصدّقة يبقى أنا مش مؤمنة بهذا الشيء، إذًا مش هيحصل، مش هافهم. مش هافهم، أنا قافلة مش الباب أصلًا هاحس، يعني قافلة هيدخل الباب، إزاي؟ تمام، ولا ومش ده أنا قافلة كُلّه، ولا سامعة ولا شايفة ولا حاسة ولا أي حاجة. إمم. أوكي، فأول حاجة أراجع إيماني في هذه النقطة، تمام. أصل هو إيه الضرر إن أنا أسمح لنفسي إن أنا أصدّق؟ ما يمكن يكون صح الكلام ده، يعني حتى لو أنا ضده، طب أنا إيه الضرر يعني لو أنا صدّقت وبدأت أفهم كده وانتبه واسمع واركّز واشوف ده الموقف الصدفة دي الخناقة دي حصلت قدّامي ليه؟ ما هو لازم تكون سبب، ما فيش صُدف أصلًا يعني كلّها دروس، دروس بالضبط، صغيّرة، دروس كبيرة، فأنا أفهم. بالضبط، دي الحاجة الأولى. إمم. الحاجة التانية الاستماع. إمم. أنا عشان أدّي الإجابة الصح، أنا باضرب على طول السؤال فيّا، أنا عايز أسمع الكون، على طول الكون هيرُد عليّا اسمع نَفْسك، وضّحي الحتّة دي، على طول. دخلتِ في العمق، إزاي فهّميني؟ إحنا قُلنا بُصّي، هي البيضة من الفرخة والفرخة من البيضة، إمم. تمام، أنا من الكون والكون منّي، فلو أنا عايزة أسمع الكون بديهي يبقى هاسمع نَفْسي، إمم. صوتي الداخلي، أفكاري، مشاعري، اللي ده أنتِ اللي قُلتيه، تقصديه؟ آه، إمم. صوتي اللي جوّه. ما باهمّش صوت، ما باجيش على الصوت، ما إمم. باقولوش اسكت أنت دلوقتي، لأ، باسمعني إمم. بحيادية، إمم. تمام، بادّي لكل صوت فيّا حقّه، باسمع، اتدرّبت على سماعي، هاقدر بسهولة أسمع الكون من أي مخلوقاته. يبقى أول حاجة أؤمن إمم، وافتح الباب كده، أحاول أصدّق لو إن الموضوع بالنسبة لي صعب يعني، طَب افتح وارب الباب بس كده شوف إيه اللي هتستقبله. تاني حاجة إن أنا أسمع، إيه تاني؟ بالضبط، هُم دول دول أهم حاجة. موجودين، دول العمودين، موجودين، أنت هتاخد بالك. تالت حاجة بقى ودي الأخيرة ودي اللي تعمل التقريض شُفتِ للموضوع. أنتِ قُلتِ حاجتين وأنا حاسة إن لسه في حاجة تالتة. لأ، ما هو بُصّي، كل حاجة ليها عمودين، إمم. دول العمودين. الحاجة بقى اللي هتربطهم الأخيرة الeffect الجسدي. إمم. طيب أنا آمنت وصدّقت وسمعت ودرّبت نَفْسي وبدأت أسمع، السمع ده ضرب فين عندي؟ طيب أنا وأنا ماشية كده سمعت أغنية، الأغنية دي ضربت هنا، قصدِك إحساس جسدي فعلًا؟ إحساسي، يعني قولي الحتّة دي بتوجعني، أنا جسمي، حاسة بتُقلِف كتفي، ده بالضبط؟ آه. آه. ما هو الجسم ده مخلوق منين؟ من الأرض، والأرض ما هي من الكون. إمم. تمام، فضربت هنا حزن والّا حنين والّا اشتياق والّا فقدان والّا إيه بالضبط؟ إمم. أنا حسيت بإيه؟ بحزن، بشجن، إمم. تمام، هيوديني للرسالة، يعني الشعور هنا هو المركب بقى خلاص، إمم. أنا رُحت خلاص جالي فهم كإنها المرحلة الأوضح للرسالة. على طول، إمم. دي الآلية البشرية اللي فينا، إمم. إحنا بنفهم كده، أوكي، وقيسي ده بقى على كل الأمثلة. جميل، جميل فعلًا. أنتِ عارفة المشكلة في إيه؟ إن إحنا ناس كتير بتبقى منشغلين ومدووشين بالناس حواليها والأحداث ومتابعين كل الأحداث اللي بتحصل في العالم والأحداث اللي جوّه اللي هي الأهم، مش واخد بالي إمم. منها. عشان كده أنتِ بتقولي أسمع نفسي، ناس كتيرة ممكن تكون بتسمعنا تقول أسمع نفسي، مش سامعة حاجة وعشان أصلًا، في أعرف وَش، أنتِ برافو عليكِ الله يكرمِك والله ده ليه، في وَش. علشان أعرف أسمع نفسي لازم أقفل برّه، إمم. بلا أخبار عالم، بلا أخبار مش عارفة مين، ده أنا على باحل مين، مشاكل حواليّا، يعني الناس أصلًا أنا باشوف نماذج كتير أوي فانيين حياتهم لحل مشاكل الآخرين، وهُم غارقين في مشاكل كتير أوي، طب ما والّا تركّز على أخبار نفْسك شوية. الفنانين، والّا أخبار مش عارف، ده إمم. كلّه دوشة،
مش هعرف أسمع مفيش وقتها، يعني الرسائل هتيجي هو مفيش بيكلمني وبيحذرني أو بيدعمني، إنما كل ده مقفول عندي لأن بالظبط، أنا بدل ما أبص كده باصص الناحية التانية خالص. ولا هعرف اخد بالي من حاجة، وبجد هبقى ماشية على الأرض كالموتى، مم. وقلبي فارغ، ولا هو حي ولا هو متصل. ولا أنا مرتاح، أصل عمر ما إرضاء أوقف بره الناس عشان أو أعرف إن أنا أسمعهم. أتابع حاجة برايا ده حاجة هترضيني في الآخر. يعني بالظبط. هو عمرك ما هتستفيد حاجة، أصل أنا لازم أبقى عارف، أصل أنا لازم أساعد الناس حواليا. هو مين اللي قاله إنه لازم؟ هو اللي لازم فعلا الحقيقة إن أنت تشتغل على نفسك، وإن أنت تركز على نفسك، وإن أنت تشوف الشكاوي اللي بتتقال جوه دي عايزة تتسمع. يعني أنت لو ما سمعتهاش مين هيسمعها؟ بالظبط. مين هيسمعها؟ طب قولي لي هل إحنا ممكن نوصل لمرحلة إحنا نطلب طلب معين من الكون اه وهو طبعا، يدعمنا فيها؟ اه طبعا. إزاي بقى؟ ده عايزة أقول لك اسأل طاطا، ده إمم. اتعمل عليها كتب كتاب أيوه. وكورسات، إمم. واسأل تعطى على طول. ادعوني أستجب أستجب، لكم. آه إمم. مش سا، إمم. في أستجب نفس اللحظة. في نفس اللحظة. فأنا دلوقتي أنا عايزة أدعي، أدعي رب العالمين من مقام القوة عن الضعف، إمم. من أسمائه القوي المتين القادر، مش الضعيف. إمم. فاللي يقول اخشع لرب العالمين بقوة لأنه قوي. القوة دي أنا باستمدها منين؟ مش عشان أنا قوي، لأ عشان أنا باكلم القوي، باطلب من القوي، مش عشان بالظبط. أنا قوي، أنا ضعيف جدًا، ولكن أنا لمّا باجي وأنا أطلب فيا، بقوة، قوة يقين. وأنا فيا ونفخنا فيه من روحنا. هو أنا فيا روح الله، يعني أنا فيا أسماءه الحسنى، أنا فيا صح. القوي. ليه أستقل نفسي وأشوف نفسي معقول؟ معقول، ده ربنا هو اللي قال. إمم. تمام. شوف أنت بتكلم رب العالمين من مقام إن أنت عامل كده، والله العظيم ما في دعوة هتستجب، من مقام إن أنت عامل كده. كأني باقول ما أستاهلش يعني. بالضبط. إمم. ربنا هي بُصّي، أول ما إنسان يدعي دعوة وهو خانع كده وحاسس كده، تمام، هتبدأ تيجي له اختبارات ضرب. ارفع عشان راسك، يستقوى. افرد ضهرك، إمم. فاهماني؟ إمم. فالدعوة أو الطلب، خلّينا نتكلم في طلب الكون، الطلب للكون لازم يكون من مصدر قوة، إمم. راسِك لفوق، ضهرِك لفوق، كتافِك مفرودة، تمام، وكل ثقة وجسمِك ويقين إنه مرتاح. سهل. إمم. الجهاز العصبي يا جماعة alarm قوي جدًا. أنا لو جهازي العصبي مُرهَق، مستنزف، تعبان، ده علامة قوية بتقول إن أنا طلعت برّه الإرسال والاستقبال. إمم. جهاز عصبي. كلها رسايل. فأنا مرتاحة، تمام، غلطت، أتعلم، أنا غلطت بس باتعلم، إمم. تمام. أطلب من ربنا يعني عربية، اطلب من ربنا ونوعها عربية. إيه؟ وأحسن حاجة آه، وأحدث حاجة وأغلى حاجة. سيدنا سليمان عليه السلام دعا رب بملك اغفر عظيم لي وهب لي ملكا لا لا ينبغي ينبغي لأحد لأحد من من بعدي. بعدي. تخيلي الدعوة مش يا رب ارزقني بُصّي مثلا. قوة في الطلب، مم. يعني لينا في ربنا الأول. عمل ايه؟ ده سخر له الرياح والطيور وفهمه بس لغات إحنا ما بقى فيش بُصّي بقى، نبي فهمها إحنا غيره. بقى لمّا بنيجي نطلب بنقول إيه، دعوة على فكرة، هي طلب الكون على فكرة. مم. نقول إيه، يا رب اديني الرضا، يا رب مم. اديني الصبر. يديكِ مشاكل، ما أنتِ طلبتِ الصبر، يلا ورينا بقى. وريني هتصبري والّا لأ، ما أنتِ طلبتِ الصبر. اديني القوة فيديكِ اللي يخليكِ إيه، مم. تقوي أكتر. فتقولي بالراحة يا رب أنتِ عايزة إيه؟ اطلبي الشيء لإنِّك على الأرض، واطلبه بوضوح اطلبي بوضوح. وقوة. عايزة عربية، عايزة شقة، عايزة طقم دهب، عايزة سفر، عايزة منحة، عايزة إيه، عايزة مبلغ مالي، اطلبي. طب في اللحظة دي وأنا بطلب بقوة، هل أنا يعني مطلوب مني أعمل أكشن على أرض الواقع عشان يتناسب مع القوة دي، ولا أنا يعني أبدأ أسعى، أبدأ أسأل، أبدأ أشوف؟ بُصّي، مم. الفعل هو التناغم والمرونة، مم. تمام. ما تقاومش، لإن على طول بُصّي، على طول ودي أنا باشوفها وبُصّي باتعجب، يا خلق الله يا عباد الله، أنتم لسه طالبين طلب وجالكم البشارة وما خدتوش بالكم. مم. يعني بُصّي بقى، ممكن حد يطلب طلب معيّن، الطلب المعيّن ده يستدعي إنه يتعرف على الشخص ده مثلًا. بالضبط كده. إمم. فيقول لِك لأ أنا ما باحبش الناس الجديدة، ما باحبش أتعرّف على حد. إمم. أنت قفلت، أنت ما خدتش بالك، لأنها استُجيبت في نفس اللحظة. استُجيبت. بس إحنا على أرض، في قوانين، في rules، في نظام، إمم. ففي كل حاجة بتُعَد وبتُحضّر. هي زي اللعبة كده، يعني أنا بالضبط، بامُر بده خطوات. عشان يودّيني الطريق ده، أنا قُلت لأ مش هامُر من هنا، فمش هتروح الطريق ده، فأنت بتدعي على حاجة ما هو جالك أنت الاستجابة دعيت في نفس دعوة، اللحظة.
انت دعيت دعوة ربنا هيمشيك في طريقها. مم. ماين، خليك مرن واستقبل المتغيرات عشان تقدر تمشي في الطريق اللي ربنا هيمشيك فيه لتحقيق طلبك. جميل بس جميل. واتاكم من كل ما سالتموه. صح، كل حاجه انت عايزها وبتسال ربنا عليها او بتسال هي دي ازاي تيجي، اتاكم خلاص هي جات لك. هي بس جت. انت اطلب يا عم واحنا معاك. احنا بنستكتر على سبحان نفسنا الله. الطلب والله مم. يا دلي، وعلمونا. بنحس ان احنا بنستصعبه. يعني عندنا على فكره التشالنج ده، يعني جوانا شئنا ام ابينا بنظهر القوه، ولكن دايما لما نطلب حاجه كبيره معظمنا بيقع في حته جواه ازاي هتيجي، ازاي يعني لازم ازاي دي، لازم المنطق يشتغل. ويقول لك مد لحافك على قد رجليك، مم. وعيش عيشة أهلك، لا. والكلام ده كله مم. ده مش حقيقي، موروثات مش بصراحة حقيقي، تودي ورا ومش الشمس. موجودة لا مم. في الأولين ولا في الآخرين، ولا ربنا علمنا كده، مم. ولا الكون، حتى الكون في النسخ اللي موجودة في الحياة والشخصيات البارزة، ربنا بيورينا والكون بيورينا، فاهماني؟ بس احنا ايه، نرفع شوية بسقف التوقعات لذاتنا، مم. ونرفع استحقاقنا، وندي المرونة، نسمح للكون اللي هو كتاب الله المشهود انه يمشينا في مسيرة ودرب تحقيق الطلب اللي انا طلبته اصلا، واتعب شوية جميل. بس. وانتبه، لان كل طلب ليه ستيبس. الستيبس بتظهر في طريقك، ما بتدورش، هي بتجيلك لغايه عندك. مطلوب منك شوفها، بس شوفها وافتح قلبك كده واستقبل، مش اكتر من كده. صح. بصي هي حلقه انا مش عايزاها تخلص، بس احنا في لسه حلقات اجمل واجمل واتقل واتقل، لو اتقل تاخد حاجه نظيفه. شكرا يا نرمين على رسائل الكون، وان انتي فهمتينا. عارفه كانك طمنتينا. انا حاسه ده الشعور اللي انا عايزه انقله لك. يعني انا وانا بسمعك حاسه ان انا اطمنت، حاسه ان انا ربنا معايا، حاسس بيا وعليم بيا وبيكلمني بلغه انا افهمها. اسمعي بس، مش اكتر من كده. فشعور يطمن اكتر من اي حاجه تانية يعني. فشكرا بجد ليكي. ان شاء الله الحلقه اللي جايه مش هقول لكم هنتكلم على ايه، تابعونا الاسبوع اللي جاي، لانها زي ما كان دي حلقه قويه اللي جايه اقوى. فانتظرونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. نسيبكم على خير ونشوفكم على خير ان شاء الله في براح مع داليا حسن.